وصل فريق ريال مدريد إلى الرباط من أجل التحضير لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية. الريال بطل القارة الأوروبية سيواجه كروز أزول المكسيكي بطل منطقة الكونكاكاف في مباراة نصف النهائي الأولى. وجميع المباريات ستلعب في مراكش. بالأمس قرر منظمو كأس العالم للأندية نقل مباريات البطولة إلى مراكش بسبب تأثير الأمطار على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وأقيمت مباراة كروز أزول المكسيكي مع وسترن سيدني واندرز الأسترالي تحت الأمطار في الرباط، أمطار غزيرة مما عاق حركة اللاعبين والكرة بسلاسة قبل أن يتقرر نقل المباريات الأربعة المتبقية. وسيلعب نصف نهائي ريال مدريد بطل القارة الأوروبية أمام كروز أزول المكسيكي بعد أن كان مقرر لها أن تلعب في العاصمة المغربية، ونصف النهائي الآخر بين سان لورينزو الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي كان المقرر لها أن تلعب على ملعب المدينة الحمراء. وينضم إلي مباشرة من المغرب من مراكش أمين المجدوبي الصحفي بصحيفة المنتخب. مساء الخير سيدي. بداية مساء الخير نور وبمشاهدي قناة فرانس 24. يعني المباريات جميعها الآن في مراكش، ما حدث في الرباط بعد تصريحات وزير الرياضة المغربي، إذن ستكون هناك محاسبة لمن فرطوا ولمن أخفقوا في الإعداد لهذه البطولة بالرباط. نعم بكل تأكيد، وبالفعل وزارة الداخلية المغربية فتحت تحقيقا حول موضوع ملعب الأمير مولاي عبد الله، والتحقيق من المنتظر أن يعصف بعدة رؤوس، منها الطرف المسؤول عن توقيع الميزانية الخاصة بالإصلاحات والتي حددت في 22 مليار سنتيم، وهو مبلغ جد كبير، أو طريقة التوقيع أيضا مع الشركة التي فازت بصفقة تهيئة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، والتي نالت مبلغا في حدود مليار و700 مليون سنتيم، ومدى خضوع العملية لطلبات العروض ومعايير الشفافية المعمول بها في مثل هذه المناقصات. التحقيق زميلي نور من المنتظر أن تفتح في التحقيق الذي تم فتحه، من المنتظر أن يشمل أيضا طريقة مواكبة الإصلاحات بما فيها اللوج الذي لم يكن مطابقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومقياس الملعب الذي جاء ناقصا ببعض الأمتار، ناهيك عن انفجار إحدى مجاري مياه الصرف الصحي بالقرب من قاعة الإعلاميين. نعم. كل هذه الأمور كان بإمكان تجاوزها باللعب مباشرة بمراكش. تماما. يعني الآن من الناحية الرياضية ريال مدريد سيلعب نصف النهائي الأول. ريال مدريد وصل من التأكيد، يعني ستكون هناك متابعة كبيرة للفريق، إجراءات أمنية مشددة نحو لاعبي ريال مدريد. أنتم في مراكش حضرتم اليوم المؤتمر الصحفي، كيف هي هذه الإجراءات الأمنية تجاه لاعبي ريال مدريد خاصة كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العام الماضي؟ نعم، هناك حراسة أمنية جد مشددة على وفد ريال مدريد الإسباني، وبخاصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. اليوم قبل التنقل لمراكش فريق ريال مدريد الإسباني قدم ندوة صحفية حضرها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمعية البرتغالي بيبي أنشيلوتي. وفي الندوة الصحفية قال بأنه يتمنى التتويج بكأس العالم للأندية بالمغرب أمام الجمهور المغربي، حيث يريد إنهاء سنة 2014 على إيقاع الألقاب. المدرب الإيطالي تطرق لموضوع نقل مباراة النصف من مركب الرباط إلى مراكش، وقال بأنه يتطلع تحقيق نتيجة إيجابية أمام كروز أزول المكسيكي الذي درسه بمعية لاعبي فريق ريال مدريد، وهو ذات الطرح الذي ذهب إليه اللاعب بيبي الذي أكد بأن فريق ريال مدريد الإسباني واعي بحجم الضغوطات المطروحة عليه ويتطلع للتتويج بالكأس العالمية أمام جمهوره العريض الذي حج بالآلاف وبالآلاف أقول اليوم بالعاصمة الرباط قبل أن يتوجه الفريق إلى مراكش من أجل مشاهدة أو ولو إطلال على نجم من نجوم فريق ريال مدريد الإسباني الذي له عشاق بالآلاف هنا بالمغرب. نعم، شكرا جزيلا لك أمين المجدوبي الصحفي بجريدة المنتخب المغربية، وسألحق بك غدا في مراكش، والكلمة لك حكيم. رحلة موافقة إذا. على كل الشكر جزيلا لك نزار نور، وسنتابع معك كل هذه التطورات من هناك، يجب أن تحرص على ذلك. اتفقنا. أشكرك جزيلا الشكر على هذه الجولة الرياضية الدولية، وشكرا لضيفك أيضا. ساعتنا الإخبارية الدولية متواصلة مشاهدينا الكرام، وفيها أيضا